السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. يبدو أن مدرب منتخب المغرب وليد في اتجاه استبعاد الثنائي وليد شديرة وأنس زروري من قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في نهائيات كأس أفريقيا. وجاء استبعاد شديرة مهاجم فروسينوني الإيطالي بسبب تراجع مستواه الفني في الفترة الأخيرة وارتفاع المنافسة على مركزه مع اللاعبين الآخرين مثل طارق تيسودالي وأيوب الكعبي ويوسف النصيري. أما زروري لاعب خط وسط بيرنلي الإنجليزي فقد تم استبعاده بسبب بروز عناصر جديدة في المنتخب المغربي الأولمبي مثل أمير ريشاردسون وبنجامان بوشواري وبلال الخنوس. ويسعى وليد لتحقيق نتائج إيجابية مع منتخب أسود الأطلس في منافسات الكان المقبل بحثاً عن تحقيق ثاني لقب للمنتخب المغربي.